اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا اميره احمد ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني او تزوروني فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. النهارده انت جايبه لنا ايه يا اميره؟ النهارده جايبه لكم طريقه حلوه قوي لكفته الرز يا جماعه. عملناها النهارده بالصلصه زي ما احنا شايفين كده. عملت الكفته بالصلصه، وعملتها في نفس الوقت وبنفس العجينه ونفس الكفته. عملتها بالشوربه، مسلوقه يعني بالشوربه كده زي ما احنا شايفين. عملتها اقراص. الكفته دي اللي بيقولوا عليها غمراوي، بس هي مش غمراوي قوي لانهم بيعملوها باللحم الجمال. انا عاملاها باللحم البقري العادي. من نص كيلو لحمه مفرومه خرجنا كميه محترمه جدا. يلا بينا نخش الفيديو، نخش على مقاديرنا ونسمي بالله ونصلي على رسول الله. يلا بينا عشان ما اطولش عليك الفيديو. يلا بينا حبايب قلبي، نسمي بالله ونصلي على رسول الله ونقول بسم الله خير الاسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. انا النهارده هنعمل بقى ايه؟ كفته الرز معايا. انا اول مره اعملها في القناه على فكره يا جماعه. فيلا بقى شوفوا طريقتي هتبقى عامله ازاي وهتعجبكم ولا مش هتعجبكم. بس الطريقه دي انا متخذاها عن جدودي، يعني كلهم بيعملوا بنفس الطريقه وانا بعملها بنفس الطريقه. لا بتفك مني، وبعملها في شوربه وبعملها في صلصه وبعملها في بكل الطرق. عمرها ما فكت مني خالص، بتبقى جميله جدا وحلوه جدا. بس المكون الاساسي اللي انا بحب ان انا احطه على الكفته عندي، وبشوف ناس كتير ما بيحطوهوش، بستغرب مش عارفه ازاي، وبديلها طعم وبديلها ريحه مميزه جدا، اللي هو ايه؟ الفريك الغله. فريك الغله ده اللي احنا بنبقى نجيبه نحشي بيه الحمام والكلام ده كله، او بيقولوا عليه فريك صعيدي. تمام كده. فريك الصعيدي ده ولونه اخضر كده. في منه انواع كتير في السوق على فكره يا جماعه. في منه مكسر في كده. انا عايزه الحبه الكامله، الحبه الكامله اللي هي ايه؟ الفريك الغله. اسمه فريك غله، فريك غله حبه كامله. تمام. انا نقعت كده كوبايه، دي كوبايه بالظبط. نقعتها يعني من ساعه لساعه ونص كده. انا ما خلصت شغلي كانت هي اتنقعت جنبي وصفيتها في المصفى زي ما انتم شايفين كده. دول برضو نفس النظام، 3 كوبايات من الرز. غسلته ونقعته شويه برضو قيمه ساعه كده ولا حاجه، وصفيته في مصفى عادي جدا. ما حطيتوش في فوطه ولا صفيت زي ما بنشوف ولا الكلام ده كله. انا صفيته عادي جدا اهو. وكل المكونات اللي انتوا شايفينها دي انا هضربها في الكبه ان شاء الله مع بعض، وهنشوف الطريقه بالتفاصيل علشان ما نتوهش من بعض. هحط بقى على المكونات بتاعتي دي، ده الاساس. الرز والفريك ده الاساس عندي اللي انا هبني عليه الكفته بتاعتي. تمام كده. عندي هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه ويكون فيها نسبه دهن يعني. تمام. عندي هنا ربطه كزبره وربطه شبت، ومعايا بصلتين متوسطين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام. بصلتين 2 بس اهم بالحجم المتوسط ده، وربطتين شبت وكزبره. ربطه شبت وربطه كزبره، وشلت العنق بتاعتها وايه، وهستعمل الباقي وغسلتهم ونشفتهم زي ما احنا شايفين. معايا هنا ايه؟ يعني نص راس توم كده او حبه كده من التوم عندك يعني. تمام. نص راس توم، يعني شويه كده من اللي انت مفرزاه حتى او اللي انت ضرباه عندك، خدي منه معلقتين. المهم ان اساس الكفته التوم والبصل زي ما احنا شايفين كده. يلا بينا بقى نخش على الطريقه عشان ما اطولش عليكم الفيديو، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نشوف هنفرم ايه الاول ونحط ايه في الاخر. يلا بينا بقى حبايب قلبي نبدا بالرز. هنزل بالرز بتاعي الاول كده في قلب الكبه. في قلب الكبه هتفرمي الرز وهتعملي كفته في الكبه. هفرم الرز وهعمل كفته في الكبه. يلا بينا نخش على طريقتنا على طول عشان ما اطولش عليكم، وهتشوفوا احلى كفته ان شاء الله. كفته رز ما شفتهاش في حياتكم. انا اول مره اعملها على القناه على فكره، بس دي طريقه يعني ايه، قديمه قوي احنا بنعملها. بصوا بقى، هضرب الرز الاول. تمام. هضرب الرز الاول انعمه شويه. شايفين الرز بقى عامل ازاي؟ شايفين الرز بقى عامل ازاي اهو؟ شايفين بقى ايه؟ اتكسر معايا. يلا بقى ننزل بتاني مكون ونشوف هنضربهم برضو قد ايه. ما خدوش وقت خالص، بس بالراحه على الكبه بتاعتك لان طبعا الكفته والحاجات دي بتبقى قاسيه شويه. فايه؟ فعلى مهلك خالص. اضربي حبه ووقفي حبه
مش مشكله خالص. ايه اللي حصل؟ انا ضربت كده حبه همت حلوين تمام. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. هقسم بقى المكونات بتاعتي دي، هجيب حاجه عندي كده اهو تمام. هقسم بقى المكونات بتاعتي دي نصين عشان كل حاجه تتضرب معايا وتبقى سلسه كده وتبقى سهله وتبقى حلوه تمام كده اهو. هبدا ان انا بس اقلب الرز بتاعي في الفريك بالشكل ده كده اهو. اشتغلي بايدك عادي خالص، انت اللي هتاكلي مش حد تاني تمام اهو. شايفين بقى ناعم ازاي؟ الرز بتاعي والفريك بقوا مع بعض ايه زي الفل، ناعمين جدا وسهلين وسلسين اهو. يلا بقى نجيب ايه السكينه وابدا ان انا اجيب الخضره بتاعتي اهي. هاخد نصها مع بصلايه مع شويه خضار تمام. وهنفضل نعمل كده بالطريقه دي مرحلتين 3 لغايه لما نوصل للمعجون اللي احنا عايزينه. قطعي تقطيع عشوائي عادي خالص اهو. قطعي بصلايه تمام. توم، انزل بالثوم كله تمام كده. هبدا بقى اخد ايه من الخليط بتاعي ده اهو كده. صدقيني شويه الفريك دول هيفرقوا معاكي جامد. يلا ناخد حبات حبات كده. انا كده حطيت المكونات اللي احنا حطيناها مع بعض، حطينا شويه من الخضار، حطينا البصلايه تمام. شايفين الخضار بقت عامله زي الرمله المبلوله كده تمام اهو. هضرب كمان مره وهنعمل بقى على كام مرحله نفس الطريقه قبل ما نحط اللحمه خالص. يلا حبايب قلبي بقى، انا كده كل المكونات بتاعتي انا فرمتها بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين اهو. شايفين ماسكه نفسها ازاي؟ مفيش فيها ميه ولا مبلوله ولا اي حاجه خالص، بحيث ان انا ما مصفيه كل حاجه تمام كده. يلا بينا بقى نحط شويه من المقادير بتاعتي دي، وما تقليش على الكبه بتاعتك على فكره علشان ما تسخنش منك وترجعي تدعي عليا وتقولي ان انا السبب. هنحط حته كده من اللحمه المفرومه. بصوا هنشتغل تاتا تاتا، احنا مش عايزين حاجه تبوظ، مش عشان نعمل شويه كفته هنبوظ الكبه. سمي بالله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. على مهلك خالص، على مهلك خالص، ما تستعجليش. شايفين اهو بتتفرم معايا بكل سهوله. انا لازم في كل مرحله اوريكي هي بتتعمل ازاي. شايفين اهي، عايزه تنعمي نعمي، عايزه تخشني خشني براحتك خالص. على فكره كفته الرز ما بتبقى خشنه بتبقى اطعم من ناعمه مليون مره، بس انت ايه شوفي انت بتحبيها ازاي واعمليها تمام. يلا ايه يلا بقى نطلع دول ونعمل غيرهم، وبنفس الطريقه كده هنفضل ماشيين لغايه لما نخلص كل الكميه. انا مش عايزه اضغط بس يا جماعه على الكبه عندي اهو، ولو لقيناها خشنه هنرجع نعيد تاني عادي، احنا ورانا ايه؟ المهم ان احنا ناكل حته كفته طعمها حلو تمام بالشكل ده كده اهو. هحط اللحمه
واحط شويه من الخليط بتاعي زي ما احنا شايفين كده اهو. تمام. احط بقى بقيه اللحمه بتاعتي هنا كده عشان اتخلص من الزوايد اللي عندي دي، الاطباق والهوالك اللي جنبي دي. تمام اهو. لا اله الا الله. وكده يا حبايب قلبي انا فرمت اخر قطعه اهي معايا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اخر قطعه اتفرمت معايا اهو. انا فرمت يا جماعه على مهلي خالص بحيث ان انا الكبه عندي ما تعطلش. يعني انا كنت بسيبها تبرد شويه بحيث ان الكبه عندي ما تعطلش. تمام. هنزل بقى على الكفته بتاعتي كده، هعجنها كلها في بعضها عشان كل المكونات تخش في بعضها كده. ما تنسوش ان احنا لسه محطناش بهارات ولا حطينا اي حاجه اهي. انا عايزاها تكون خشنه كده يا جماعه. انا بحبها تكون يعني بحبها تكون خشنه كده شويه، ما بحبهاش تكون ناعمه قوي، ما تبقاش حلوه خالص. تمام. ما بتبقى خشنه كده شوفوا اهو. جميله جميله جدا زي ما احنا شايفينها اهي. بصوا جميله. ولا نحطها بقى في تلاجة تريح ولا الافلام دي كلها. تمام كده. عندي هنا بقى ايه البهارات بتاعتي اللي انا هخلط بيها، اللي انا هبهر بيها الكفته بتاعتي بعد ما خلصت الفرم زي ما احنا اتفقنا. عندي معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، معلقه كبيره كمون، معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره فلفل اسمر. بس مش مفيش حاجه تانية بتتحط على الكفته غير كده، ولا قرفه ولا بابريكا ولا الافلام اللي احنا بنسمعها دي. لا، هو الكفته يعني كزبره كمون فلفل اسمر ملح، مش اكتر من كده. انزلي بيهم كده اهو. عايزه تحطيهم في الكبه حطي، انت حره، بس انا بحب ان انا اخلطهم بايدي كده بيبقوا احلى. تمام. واخلطي بقى على قد ما تقدري اهو. دخلي بهاراتك كلها في قلب الكفته كده اهو بالشكل ده كده. عايزه تنعمي عن كده خديها وش كمان في الكبه، مش مشكله خالص، حسب ما انت بتحبي تاكليها ازاي. تمام كده. احنا بنحب ان احنا ناكلها خشنه شويه، بحب ان انا اعملها اقراص كده احيانا واعملها في شوربه، بنحبها خشنه. حابه انت بقى تنعمي قوي نعمي براحتك خالص، يعني حابه تاخديها وش كمان اعملي مفيش مشكله اهو. ممكن تاخدي كل المكونات اللي انا عملتها دي كلها. تمام كده. تاخديها كلها يعني تجهزي كل حاجتك واعمليها بقى عند الجزار اللي انت بتقطعي من عنده اللحمه او كده يفرمها لك. يعني كوني ناقعه الرز وعامله كل حاجتك، وخدي حاجتك معاكي وروحي وهو يفرمها لك. لو انت مش حابه تعملي في البيت او تعملي في الكبه، بس خليكي ماشيه على الخطوات بالظبط وعلى المكونات بالظبط، هتطلع معاكي احلى كفته ان شاء الله. شايفه الكفته بتاعتي اهي، اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. اشتغل بها حالا ولا ريحها ولا دخلها في التلاجة ولا اي حاجه خالص، طالعه زي الفل معايا زي ما احنا شايفين كده. عايزه تحمريها حمريها، عايزه تحطيها في شوربه بط، شوربه فراخ، شوربه لحمه، مش هتفرق معاكي خالص. عايزه تصبعيها وتعينيها خضره في اطباق في الفريزر وتطلعي على الاكل على طول، مش هتقولك لا. يلا بينا نروح المرحله التانية ونشوف هنعمل ايه في الكفته بتاعتنا بقى يا حبايب قلبي. انا فضيت الكفته بتاعتي هنا كده بالشكل ده كده اهو، وجبت عندي هنا صينيه وجبت حاجه فيها زيت عندي هنا اهو بالشكل ده كده. هبدا ان انا اخد اصبع الكفته بتاعتي اهو. هاخد مثلا كده ايه نقطه زيت كده عشان تساعدني ان انا اشكلها بالطريقه اللي انا حباها. تمام. بالشكل ده كده يا رب يكون واضح بس اهو. هبدأ ان انا اكور بقى اصبع على حسب ما انا عايزة الشكل بتاعي هيطلع شكله ايه. تمام كده اهو. ممكن نعمل كور عادي خالص اهي زي ما انتوا بتحبوا. على فكرة العجينة سلسة جدا معايا، مش محتاجة ان انا ممكن اعمل كده اهي. العجينة سلسة جدا معايا مش محتاجة زيت على فكرة، يعني لو مش عايزة تحطي زيت ما تحطيش، هي سلسة جدا يا جماعة. وبصوا ما بتفكش ولا هتفك معاكي ولا اي حاجه خالص. انتي حابه ان انتي
تحمريها وتحطيها في الزيت وبعد كده تعملي لها الصلصه، اعمليها. حابه ان انت يكون عندك شوربه وتحطيها وهي خضره كده من غير تحمير، تبقى كفته مسلوقه كده حلوه جميله، تبقى تحفه قوي يا جماعه. على فكره احنا متعودين عليها كده، بنعمل لها شوربه، بنكون طابخين مثلا شوربه بتاع لحمه، عندنا شوربه لحمه، شوربه بط، شوربه فراخ، اي شوربه متوفره عندك في البيت. عندك شويه شوربه في الفريزر، ما عندكيش شوربه خالص، حطي مرقتين وحطي شويه فلفل اسمر وشويه كمون، وضيفي الميه السخنه بتغلي، هتعمل معاكي احلى شوربه. واسقطي الكفته بتاعتك وهتبقى زي الفل، وهتشربي الشوربه بتاعتها وانتي بتاكليها، هتبقى خرافيه احسن ما تقليها مليون مره كمان. انا هعمل الطريقتين معاكم، هوريها لكم مسلوقه وهوريها لكم وهي متحمره، علشان تعرفوا الطريقتين وتعرفوا الطريقه بتاعتي انا عملتها ازاي، وعلشان تعرفوا كمان الكفته بتاعتي ان هي مفكتش ولا اي حاجه خالص. امشوا على المقادير وعلى المكونات مظبوط جدا. شوفوا انا ما احتاجتش الزيت ولا احتاجت اي حاجه خالص، شايفين سلسه جدا وبتتعامل معايا بكل سهوله، وهي من الفرمه اللي انا فرمتها قدامكم، ما فرمتش تاني ولا اي حاجه. هو السر في ايه؟ السر في الكوبايه بتاعه الفريك الغله. فريك الغله يا جماعه انواع، هاتي فريك الغله اللي لونه اخضر، في مليون نوع، في اللي هو الفريك الاصفر، في اللي هو متكسر كده نصاص، في الحبه الكامله، في اللي مطحون نص طحنه، في مطحون كامل. لا هتقولي له عايزه الفريك الغله الحبه الكامله اللي لونه اخضر الصعيدي النظيف، تمام؟ هيطلع معاكي احلى شويه كفته، ولا احلى ولا اروع من كده، ولا تروحي بقى عند جزار ولا تروحي عند الكلام ده كله، وهتعمليها في 10 دقايق زي ما انا عملتها قدامك كده، ما خدتش مننا وقت خالص. اكمل بقى تصبيع الكفته ونشوف هنعملها ازاي وهنطبخها ازاي مع بعض. انا كده بقى حبايب قلبي خلاص خلصت كل الكفته بتاعتي، عملت جزء كده اهو، احنا بنحب ناكلها اقراص كده بالشوربه، ودي اللي هحمرها انا. كل الكميه اللي عندي طلعت معايا هي اللي انتوا شايفينها دي هعملها في شوربه ودي هعملها في صلصه. يلا بينا نروح على البوتاجاز نحمر ونشوف هنعمل ايه. يلا حبايب قلبي نعمل الكفته المتحمره. هنبدا ان احنا ننزل، انا سخنت هنا زيت عندي اهو في الطاسه، قول بسم الله الرحمن الرحيم، وهبدا انزل بالكفته بتاعتي اهي في زيت. انا ما بحبش احرقها قوي يا جماعه، احمرها قوي يعني، لا يا بديلها نص تحميره كده عشان تبقى حلوه كده وسلسه كده في الاكل وطعمها حلو، ما تبقاش ان انا باكل حاجه بتشد او حاجه ناشفه، لا انا ما بحبش كده، يعني بديلها ايه تحميره حلوه كده، يعني تبقاش محروقه قوي، مغمقهاش قوي، تديكي طعم احلى طبعا في الاكل عن كده خالص. املي الطاسه على قد ما يعني تمليها، تاخد منك دور بقى 2 مش مشكله اهو. حمري بقى وعبي في اكياس، عبي في اطباق، وعيني في الفريزر، وطلعي لوقت الحاجه، اسقطي في قلب الشوربه، اسقطي في قلب الصلصه، مش هتخسر ولا هتقولك لا، وهتبقى احلى كفته ان شاء الله. هنا عندي الشوربه بتاعتي بتغلي هنا كده، انا عملت الشوربه بتاعتي حطيت عليها ايه، يا رب يكون واضح، بس انا حطيت هنا على الشوربه بتاعتي ايه، حطيت ربع معلقه كمون، ربع معلقه فلفل اسمر، وزودت مكعب مرق دجاج على الشوربه بتاعتي، لان الشوربه بتاعتي دي شوربه فراخ، تمام؟ هبدا ان انا برضو هنزل بالاقراص بتاعتي اهي، ابدا اقول بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا جماعه هتبقى من احلى الكفته اللي انتوا جربتوها في حياتكم وهتحبوها جدا اهي. يبقى انا كده عملت اللي في الشوربه، هنزلها بالشكل ده كده، وعندي بحمر التانية، عايزه تعينيها عينيها، عايزه تعمليها في صلصه اعمليها، اللي يريحك خالص، الموضوع يرجع لك انتي اهو، ولا هتفك منك لا كده ولا كده ان شاء الله رب العالمين. هتجربي على طريقتي مش هتندمي خالص ان شاء الله. الفيديو ده يعجبك وتعملي نفس الطريقه ونفس التكنيك علشان الكفته ما تفكش منك. والسر يا جماعه في الكفته بتاعتي كوبايه الفريك الغله اللي انا حطيتها، طول عمري بعملها كده، عمري ما غيرتها،
مامتي بتعملها كده وجدتي بتعملها كده، وطول عمرنا بنعملها بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي. الكفته بتاعتي بدات تاخد لون اهو، زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده اهو. هديلها بس لون زياده شويه وهطلعها. يلا نطلع الكفته بتاعتنا بقى يا جماعه. انا هنا جبت مصفى وجبت فيه تحتيها حاجه علشان تصفي معايا الزيت اهو. اللون ده حلو قوي، بحب ان انا اطلعها اللون ده، ما بحبش ان انا احمرها قوي. اللون اللي هو الغامق قوي ده ما بتبقاش حلوه خالص في الصلصه، وبتعمل حموضه كده، بتبقى حاجه صعبه كده مش عارفه ليه. فانا متعوده ان انا اخدها يعني حاجه بسيطه كده، ما بحبهاش تبقى متحمره قوي، ما بتبقاش حلوه خالص. في ناس طبعا غمقي انت بقى براحتك، في ناس بتحب تغمق اللون تنشفها جامد، انا ما بحبش ان انا انشفها جامد، ما بتبقاش حلوه. وادي الكفته بتاعتي كمان اهي يا جماعه اللي في الشوربه اهي. الشوربه بتغلي والكفته بتاعتي سليمه مليون في الميه اهي، ولا فكت ولا جرالها اي حاجه، وخضره وزي الفل زي ما احنا شايفين كده. يا رب يكون التصوير بس موضح لكم، والله التصوير ظالمها جدا. وعلى فكره الشوربه دي بتبقى طعمها خرافيه، لما بتيجي تاكلي كده بتبقى طعمها خرافيه يا جماعه مع الكفته كده، وانت بتاكليها بتبقى حلوه جدا. يلا بينا بقى نعمل الصلصه بتاعه الكفته اللي احنا بنحمرها. يلا حبايبي بقى نعمل الصلصه بتاعه الكفته اللي احنا حمرناها. قول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا بصلايه صغننه خالص، شايفين هي قد ايه في ايدي، صغننه خالص، اصغر بصلايه تقابلك اعمليها تمام. هبدا ان انا ابشرها بالشكل ده كده او اقطعها، عايزه تبشريها بشريها، بس انا يعني الموضوع مش مستاهل. قطعيها رفيع كده اهي تمام، بايدك رفيع جدا هتنزل معاكي رفيعه. اصغر بصلايه تقابلك في الباسكت بتاع البصل خديها واعمليها تمام. مش حابه تحطي بصل ما تحطيش، وبس انا بطعم كده الكفته بتاعتي وخلاص تمام كده. انا هستكفى بكده. هبدا انزل بشويه زيت اهم، ما تكتريش. هفضل اقلب بقى تقليبه كده، اشوح البصل بتاعي. يلا بقى اضيف البصل. على ما البصل بتاعي يتشوح هشوح معاه شويه بهارات، ربع معلقه من الكمون، ربع معلقه فلفل اسمر تمام، نص معلقه من الكزبره الناشفه، وقلبي بقلبي قلبي قلبي. هتاكلي احلى شويه كفته في تاريخ البشريه. هنزل بمكعبين مرق دجاج، هنزل كمان بنص معلقه من البابريكا، واشوح كل الكلام ده مع البصلايه اهو. الكام تركايه دي يا جماعه كده بتفرق في الطعم، بتخليكي في حته تانية. الكفته بتاعتي التانية شغاله اهي وزي الفل، ولا فكت ولا جرالها اي حاجه، سليمه مليون في الميه زي ما حطيناها. خلاص البصل بتاعي اتشوح في البهارات عندي. هبدا بقى ان انزل ب3 4 معالق من الصلصه. عندك عصير طماطم حطي، مش هتفرق، حطي عصير طماطم مش هيقولك لا. بس انا عشان قلت شويه صغيرين ان انا بعملهم، فالموضوع مش مستاهل ان انا اشغل خلاط وافرم طماطم والكلام ده كله. بس لو هتعملي بقى كميه كبيره ومش هتعملي اللي بشوربه، ممكن تحطي معلقتين 2 من الصلصه وتعملي لك مثلا شفشق طماطم كده وضيفيه، او مثلا نص كيلو طماطم وضيفيه، مفيش مشكله خالص. واجيب بقى ميه سخنه عندي وهنزل على الصلصه وعلى كل اللي انا عملته هنا كده تمام اهو، واسيبها تاخد غلوه براحتها لغايه لما
يعني ايه الميه اللي انا حطيتها دي تقل شويه، وبعد كده نبدا ان احنا ننزل الكفته بتاعتنا مع بعض. يا حبايب قلبي الصلصه بتاعتي كده غلت اهي. هنزل بقى بالكفته بتاعتي اللي احنا حمرناها اهي، شايفين حلوه ازاي؟ جميله جدا زي الفل اهي. هنزل بيها هنا كده في قلب الصلصه عندي. وعلى فكره بقول لك تريكايه كمان، لو انتي مثلا دي وجبه اساسيه عندك ومش عامله جنبيها اي حاجه خالص، يعني مثلا لا انت عامله كفته تانية زي اللي انا عاملاها، ولا عندك لحوم، ولا عندك اي حاجه خالص، اعملي جنبيها شويه رز ابيض، شويه رز بشعريه، شويه رز حبه وحبه. وبعد كده تعملي ايه؟ تخلي الكفته تغلي في الصلصه غلوتين، وهاتي بطاطسايه وقطعيها. شفتي البطاطس اللي احنا بنطبخها مكعبات صغننه كده في الصلصه؟ اعملي زيها واسقطيها في قلب الكفته، هتطلع معاكي طبق كفته بالبطاطس خرافي خرافي. اسمعي مني، هتبقى وجبه ملهاش حل، وجبه اساسيه وملهاش حل. ولو انت حتى عازمه حد عليها هتبقى تحفه، بجد بجد هتبقى تحفه. الكفته بتاعتي اهي اهي، ولا فكت ولا اي حاجه، زي الفل وزي ما انا حطيتها. بسم الله ما شاء الله اهي، جميله جدا يا جماعه. احنا بنحبها على فكره في الشوربه كده، بتبقى خفيفه وما بتعملش حموضه ولا اي حاجه خالص. حابه بقى تعمليها بالطريقه دي اعمليها، حابه تعمليها بالطريقه دي اعمليها. عندك طريقتين كفته، ابدعي واعملي اللي انت عايزه تعمليه. حابه تعملي جنبها رز اعملي، حابه تاكليها بالشوكه كليها، حابه تحطي البطاطس زي ما انا قلت لك في قلب الكفته زي ما انا قلت لك، وتعملي جنبها حبه رز زي الفل وبالف هنا وعافيه. يلا بقى على ما الكفته تستوى انتظروني. يلا يا جماعه كده الكفته بتاعتي خلصت. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ودي الكفته اللي بصلصه اللي احنا عملناها مع بعض، زي ما احنا شايفين كده اهي، شايفين؟ تحفه اهي. الصلصه مظبوطه، الكفته بتاعتي مظبوطه، ولا فكت ولا اي حاجه خالص. شايفين عامله ازاي؟ تحفه بجد ملهاش حل. وعايزه تنعمها عن كده نعميها، احنا بنحبها خشنه شويه فعشان كده انا مخشناها. فلو انت عايزه تخليها ان هي ناعمه اكتر من كده اعمليها، بس هيبقى مفيش احسن من كده. وما تنسيش كوبايه الفريك، اهم من كل اللي احنا حطيناه، هي دي اللي هتمسك معاكي الكفته وعمرها ما هتفك منك تاني، لا في صلصه ولا في شوربه. طبعا مش اي حد يعني ايه يعمل اللي في شوربه دي، الناس كلها بتخاف منها علشان بتفك منهم، تمام؟ فهي معايا زي الفل اهي، وزي ما احنا شايفين اهي الكفته بتاعتي اهي، لا هي فكه ولا اي حاجه خالص. بسم الله ما شاء الله اهي. طبعا بقى عايزه حابه تخرجي الشوربه بتاعتها خرجيها. شايفه الكفته بتاعتي والاقراص بتاعتها عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. سوري يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الطريقتين قدامك اهم، حابه تعملي دي اعمليها، حابه تعملي دي اعمليها. حابه بقى تعملي جنبها رز، تعملي جنبها بقى لحمه فراخ اي حاجه، هي لوحدها جواها لحمه وجواها رز وجواها كل حاجه. يعني انا رايي كليها كده، اقتصاديه جدا، وبنص كيلو لحمه خرجنا كميه محترمه وعملنا الصنفين. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، ويكون الطريقه بالظبط قدرت ان انا اوصلها لكم. لو الفيديو عجبكم حطوا لي لايك وحطوا لي كومنت. دمتم سالمين، دمتم في حياتي نعمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.